اهلا وسهلا بكم حبوباتي. اليوم حبيت ندير معاكم طريقة كيكة البندة الباردة بطريقة سهلة ومكونات اقتصادية وموجودة في كل بيت. وطبعا نحب نشكر اخواتي الذين اشتركوا في قناتي ويدعموا فيا، ونقولهم مرحبتين بكم في قناتي. وقبل ما نبدأ نحب ندعوكم الاشتراك في قناتي وتفعيل زر الجرس وضغط لايك حتى يصلكم كل جديد. المكونات استعملت نوع البسكويت سبيكولس، اي نوع يعني المتواجد عندكم، يعني مش ضروري نوع معين. أنا استعملت 400 جرام اللي هي 4 باكيتات. طبعا أنا حندير كمية كبيرة لأن الطاجين اللي عندي كبير، يعني 15 في 30، وانتو كون طاجينكم أصغر من هذا الحجم تقدروا تستعملوا نص الكمية، تقدروا تديروا 200 جرام. طبعا أخذت طنجرة متوسطة الحجم وحطيت فيها 4 معالق من السكر، و5 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام، ضروري يكون كاكاو خام، كاسة من الماء، و5 ملاعق كبيرة من الزبدة. طبعا ما هذا كله خلطته على البارد، زين ما شغلتش النار. توا بعد ما نخلط على البارد ولعت عليه النار، شغلت عليه النار وخليه لين يذوب الزبدة. طبعا نستمر لين تذوب الزبدة مع بعضها. شوف توا يعني وصلت توا للغليان، خلاها تغلي مدة 3 دقايق، وبعدين توا خلاص حنصبها في هذا البسكويت اللي كسرناه. مش حنصب الكمية كلها لأنها طبعا على حسب نوع البسكويت، فيه نوعية تشرب هلبة وفي نوعية ما تحتاج شربة. حنصب أنا وحنشوف، يعني حنصب 3 أو 4 معالق كبيرة بهذا الشكل، ونخلط توا ونشوف. تقريبا نحسها انها هي خلاص، يعني هذا كفايتها، ما نكتروش لان لو كترنا هلبة حتجي يعني رطبة هلبة. حنصبها في الطاجين زي ما قلت لكم، طاجين كبير 15 في 30. حنصبها سهلة هيك بهذا الطريقة، نوزعها، نضغط عليها شوية بهذا الشكل. نحاول اننا نوزعها بشكل منتظم، يعني نحطها في البراد لنجهز الطبقة الثانية. الطبقة الثانية هي عبارة عن مهلبية 5 كاسات ونص من الحليب، و5 معالق كبيرة من الدقيق اللي هي الطحين، و6 معالق كبيرة من النشا. أنا استعملت كمية كبيرة، تقدروا تستعملوا نص الكمية انتم. وكاسة إلا ربع من السكر، وطبعا السكر اختياري، تقدروا تديروا أكتر أو تديروا أقل. وكاس ملعقة يعني كبيرة من الفانيليا اللي هو 8 جرام من الفانيليا. طبعا الفانيليا باش تعطينا نكهة حلوة للطبقة الثانية هذه. نخلط المكونات كلها على البارد، ما شغلتش أنا النار، لين طبعا كل التكتلات يعني تروح زي الشكل هذا. وبعدين حنشغل النار ونبدأ في التقليب المستمر. ضروري التقليب المستمر باش ما تشدش معانا، يعني على طول تقليب بهذا الشكل لين يختر معانا القوام، ما ياخدش وقت. طبعا النار تكون يعني متوسطة مايلة للهادي. بعدين نضيف لها ملعقة كبيرة من الزبدة ورشة من الملح. طبعا الزبدة باش تعطي قوام كريمي للمهلبية هذه الطبقة الثانية. طبعا توا حنصب الطبقة الثانية عادي سخونة، يعني عادي نصبها أول ما ننزلها من على النار، نصبها عادي. هنوزعها كلها بهذا الشكل، نوزعها بهذا الشكل، نساويها شوية كين باش تبدأ متساوية، ونحطها في البراد. طبعا الطبقة الثانية هي اللي طبقة كريم شانتيه. أنا هذه كريم شانتيه درتها في البيت، مكونات سهلة وبسيطة. وتقدروا لو انتوا تبوا الوصفة هتحشوا لصندوق الوصف، وأنا نزلتها طبعا سبق نزلتها في القناة بطريقة سهلة ومكونات بسيطة، يعني موجودة يعني في كل بيت. وشوف القوام بتاعها متماسك زي يعني اللي نشرو فيه من برا، وما شاء الله عطتني كمية كبيرة. شوف كيف قوامها متماسك يعني واقتصادية. طبعا أهم شيء إن الطبقة الثانية تكون باردة باردة تماما باش ما تسيحلناش الكريم شانتيه. ونوزعها طبعا بشكل متساوي، وزي ما قلت لكم أهم حاجة تكون الطبقة الثانية، يعني هذه كريم طبقة المهلبية تكون باردة
باردة كويس يعني، لأن لو كانت حتى فيها شوية دفء حتى حتسيح الكريم شانتيه. بعد ما وزعناها بهذا الشكل هنحطها طبعا في البراد، يعني مرات نص ساعة لين نجهزوا الطبقة الأخيرة. الطبقة الأخيرة كاس من الشوكولاتة، أي نوع من الشوكولاتة المفضلة عندكم، تقدروا تستعملوها شوكولاتة سودا أو الشوكولاتة العادية. ملعقة ونصف من الزبدة باش تعطينا قوام كريمي. هنصب عليها كاس من الحليب، هنشغل النار على نار هادية، ندوب المكونات مع بعضها، أهم حاجة على النار هادية. بعد ما قعدت مدة 5 دقايق شوفوا تحصلنا على هذا القوام بهذا الشكل. هخليها تبرد، أهم شيء خلاها هذه الطبقة تبرد تماما. تو لما نصبها هي تكون باردة وفي نفس الوقت الكريم شانتيه باردة، لأن لو كانت واحدة منهم ساخنة حتدوب التانية. احنا ما نبغاش تدوب. تو بعد ما صبيتها تحصلنا على هذا الشكل، فردتها. تو بعد ما وزعتها بهذا الشكل هنحطها في البراد، يعني تقدروا ساعتين أو 3، والأحسن يعني هي تحطها ليلة كاملة، يعني لأن هي طبعا حلاوتها تتاكل باردة. يعني هي كيكة الباندا الباردة، يعني كيكة صيفية. طبعا أنا بعد ما حطيتها ليلة كاملة تاني يوم حنقصها. شوف ما شاء الله صغاري ما صبروش خدوه منها. طبعا وهذا كان شكلها. شوفوا معايا كيف شكلها، ما شاء الله تشهي. نودكم ومن شهيكم شكلها وقوامها، يعني ما شاء الله طعمه وبنة ولا أحسن من هيك. نودكم ومن شهيكم. إن شاء الله كانت عجبتكم طبختي وعجبكم محتوى قناتي. متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتضغطوا لايك. والسلام عليكم.